بص يا رجاله، ركزوا معايا عشان انا هوريكم دلوقتي اختراع جديد. انتوا شايفين ايه قدامكم؟ شايفين ماسوره صح؟ دي ماسوره يا جماعه. دي ماسوره انا جايبها ممددها كده بالمنظر ده في الميه. التعبان عامه بياكل على الارض، القرموط برضو بياكل على الارض، البلط الكبير بياكل على الارض. وفي الايام دي بالذات احنا محتاجين ناخد تعبان وكلام من ده. تمام. فانا جايب لكم فكره لعلفه، بنعمل عمليه تركيز لعلفه الدور في نقطه معينه، هجمع عليها السمك كله. في ميات يا جماعه بتبقى السمكه فيها متحركه، بتطلع فوق وتنزل تحت، فما عندهاش مشكله، فبتاكل معاك من اي مكان وفي اي حته. طبعا دي فيها مشكله؟ لا، دي كلها هتلمها كده في شنطه كيس صغير. شوف يا جماعه، مش كبيره، صغيره اهي عشان ما تفكرش انها كبيره. وتحطها في وترميها على موتوسيكلك، ترميها في العربيه من ورا. هنعتبره ان هو زي ده كده، زي الحرف ده كده. هنعمل ايه؟ هنيجي هنا وهنجيب اي تقل. انا جايب لكم النهارده فكره خطيره جدا بمعنى الكلمه. تمام. انا متاكد ان الناس كتير وخصوصا الناس الصيادين القدام قوي هيفهموها وهيعرفوا ان فعلا دي فكره جباره. تمام. انا شايلها للايام دي لان هي في ايام الشتاء خطيره حلوه جدا، هتنفعكم. وفي الصيف طبعا اخطر واخطر. لكن طبعا في ميات دلوقتي في الشتاء ما بتاكلش، والادوار مش عارف ايه والكلام ده كله. فطبعا انا يا جماعه بعمل لكم او بقدم لكم الحاجه اللي هي بتفيدكم انتوا، مش مجرد فيديوهات وخلاص. فنركز علشان الفكره دي جهنميه حرفيا. احنا لما بنحب نحضر سمك على الدور او نصطاد سمك بنعمل ايه؟ حاجه بسيطه خالص، بنعلف صح؟ يعني لازم بنختار الدور المناسب الاول، مفيش مشكله، والميه الاول المناسبه والدور المناسب. وبالتالي احنا بخبرتنا وبفكرنا بندور على العلفه المناسبه للميه دي، وبناء عليه بنستخدمها علشان ربنا يرضينا منها. في ميات يا جماعه بتبقى السمكه فيها متحركه، بتطلع فوق وتنزل تحت، فما عندهاش مشكله، فبتاكل معاك من اي مكان وفي اي حته. وفي ميات تانية بتبقى ميتها واقفة قوي، فسمكتها بتاكل ببطء قوي، وبتبقى انت عايز تعمل شوية حاجات معينة علشان خاطر تطلع السمكة دي، سواء تخفف العدة، سواء ان انت تقلل العلفة شوية عشان خاطر ما تكترش بما ان هي واقفة خلقة كده. وفي ميات بتبقى مياتها المية بتجري فبتحرك سمكة معاها وكده. وفي ميات بتبقى ميات يعني جايه محذوفه من فوق لتحت زي مراوي توتو كده مثلا، فبتجري بسمكه، السمكه بتخش يمين وشمال تلاقي اي حاجه تاكلها وتمشي. التعبان عامه بياكل على الارض، القرموط برضو بياكل على الارض، البلط الكبير بياكل على الارض. وفي الايام دي بالذات احنا محتاجين ناخد تعبان وكلام من ده. تمام. فانا جايب لكم فكره لعلفه، بنعمل عمليه تركيز لعلفه الدور في نقطه معينه، هجمع عليها السمك كله. احنا لما بنقلب بنرمي، فالعلفه بتنزل ميه بتتناثر كده يمين وشمال، وبتركز برضو في حته معينه اللي هو التقل اللي هو العلفه الاساسي، بس بيطلع رذاذ كده ورذاذ كده وبتنتشر. حلو. لا، انا مش عايز اعمل كده، انا عايز اعمل بؤره في قلب الميه على الارض، يعني السمك كله يتلم في المكان ده، ما يتحركش بعيد عنه. هنعمل ايه يا جماعه؟ هنجيب خرطوم. الحمد لله على السلامة، احنا وصلنا الخرطوم. احنا هنبدأها كده ولا ايه؟ نجيب خرطوم غسالة، اللي هو كده ده، مش الصغير اللي هو التخين شوية، او خرطوم مكنسة. عايزين بقى نخلي بالنا من الفكرة علشان الفكرة دي مجدية جدا. تمام. اولا الخرطوم اهو. يا نهار ابيض، انت بتعمل ايه؟ سيبكم من البتاع اللي في البوز دي بتاعت المكنسة. ماشي. ده خرطوم مكنسة اهو. ممكن نجيب خرطوم مكنسة زي ده او خرطوم غسالة. طب يا عم وائل، انا ما عنديش مكنسه في البيت، والغساله اللي عندي الخرطوم راكب فيها، اخلعه يعني عشان اروح اصطاد؟ يعني اعمل ايه؟ لا يا عم، انا بسهل عليك الدنيا خالص. هتروح لبتوع الربابيكيا، بتوع الخردة، يا سلام سلم وما اكترهم. بلاش دي. هتروح للناس اللي هي بتصين غسالات وتلاجات، هتلاقي مرمي بالهبل.
زي ما انت عايز تقول قول. تمام. اشتري منه خرطومين ببلاش الا ربع. في غلا دلوقتي بس هيبقى ببلاش الا ربع برضه. تمام. خرطومين ولبسهم في بعض واعمل لك حاجه كده مثلا طول مترين ولا مترين ونص او 3. فكرته، بصوا يا جماعه معلش هنتجاهل الحته دي، هنعتبرها مش موجوده خلاص. هنعتبره ان هو زي ده كده، زي الحرف ده كده. هنعمل ايه؟ هنيجي هنا وهنجيب اي تقل، مفتاح قديم، انا محضر مفتاح اهو، مفتاح قديم، مسمار تقيل، حته حديده، اي حاجه، وهنتنه رابطينه هنا. هنيجي هنا ونربطه في اخره من هنا. تمام. عشان ده انا هرميه في الميه، ده هرميه في الميه، فالحديده دي اللي موجوده بتعمل تقل للخرطوم فما يعومش يغطس وكمان يثبت على الارض. تمام. انت بقى حط براحتك التقل اللي انت عايزه. تمام. هنتربط كده بشكرتون، بخيط سنار، بنايلون، باي حاجه، في اي حاجه، المهم هو مش هيضيع ما تقلقش. وهترمي دي في الميه في الدور او في المكان اللي انت عايز ترمي فيه الغماز بتاعك خلاص، او الوشين بتوعك. رمينا دول في الميه. تمام. اصبح ان الطرف الثاني هنعتبره ده، الطرف الثاني عندك فوق على الارض جنبك، ممكن يبقى بعيد عنك سنه شويه او جنب منك وانت قاعد، مش مشكله، على حسب الطول اللي عندك يعني. هنحط علفه سايله من هنا، هنحط علفه سايله من هنا. واضح؟ هتعمل انت علفتك سمك، علفه سمك، علفه فراخ، عيش، غله، اللي انت عايزه، العلفه اللي انت عايزها اضربها في الخلاط واعملها سايله وحط من هنا. هتحط انت جزء العلفه الاولانيه من هنا، وطبعا البوز الثاني ساقط في الميه، فالعلفه هتنزل في بعد البوز مباشره كده، هتبقى مكانها هنا. السمك كله هيجي من كل حته يتلم على الحته دي كما لو تكن ماسوره. احنا دايما بنقول لما تلاقي ماسوره نزله ميه او حاجه كده السمك بيتلم عليها، ودي حقيقه ولا انا غلطان؟ فانت هتعمل نفس القصه دي، هترمي العلفه بتاعتك من هنا، فالعلفه هتنزل هنا. كل شويه بقى، كل شويه ارمي شويه، كل شويه ارمي شويه. خلاص. صدقني لو انت عملت الموضوع ده من الصبح هتيجي اخر النهار هتاخد سمك محترم. كده انت ركزت العلفه بتاعتك في مكان، فجمعت السمك كله على نفس المكان السمك بياكل منه. انت تيجي جنب الماسوره بشويه من هنا او من هنا، جنب الماسوره برضو او جنب دي بشويه، والسمك هتدخل عليك وهتاخد منك 100,000، مفيش كلام، ومجربه. والناس الصيادين انا متاكد مليون في الميه ان هيقولوا ان كلامك صح مليون في الميه. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ اعمل الكلام ده في دور، جمع سمك عليه. لو انت مثلا بتصطاد في مكان، اعمل ده في ميه في دور، وكل شويه روح ارميله، مالكش دعوه بيه. الصبح مثلا رحت انت رميها، ورحت رامي شويه علفه، وبعد ساعه او نص ساعه او ساعه الا ربع ساعه مثلا رحت رامي شويه كمان. طب ما تصطادش فيه اهو، ما عادش عليه. كمان ساعه 3 ساعات، يا هسيبه كل ده؟ سيبه، ما انا معايا ادوار تانية قاعد عليها. ارمي كمان شويه، ارمي كمان شويه، ارمي كمان شويه. وتيجي اخر النهار من بعد الظهر، انت من الصبح هناك، من بعد الظهر ولا حاجه، انزل عليه يا استاذ، اتفضل. هتكون جمعت السمك، لميت الدنيا، والسمكه مستنيه اللي بينزل من ده. كل شويه هيلاقي حاجه بتنزل هتلمه، السمكه هتفضل واقفه تستنى اللي نازل. هتجمع سمكتك في المكان ده جنب الماسوره دي وهتاخد سمك. والله هتاخد سمك، والله، وده ارزاق الاول بتاعت ربنا، بس هتاخد سمك. انا عملتها وبعد 10 دقايق نزلت خدت قرموط محترم، ولقيت شنباته كلها متعاصه علفه وحالته حاله. المهم يعني دي فكره انا حبيت اقدمها لكم، نقدر نتحايل بيها على السمكه علشان خاطر دي افكار عشان ناخد بيها السمكه يا جماعه. هو الفكره كلها احنا بنجتهد وكده. طبعا دي فيها مشكله؟ لا، دي كلها هتلمها كده اهو في شنطه كيس صغير. شوف يا جماعه مش كبيره، صغيره اهي عشان ما تفكرش انها كبيره، وتحطها في وترميها على موتوسيكلك، ترميها في العربيه من ورا، ما تزعلكش. خلاص، موضوع سهل. يا رب تكون الفكره عجبتكم، فكره جامده جدا، والله جامده يا جماعه، انا عارف انها جامده. انا عايز اقدم لكم كل حاجه جديده وبفيدكم ان شاء الله الكل يستفاد، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. دايما حبايبي طول العمر والله العظيم. السلام عليكم.